بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. راح نسوي مع بعض اليوم كوكيز الريد فيلفت الاحترافي واللذيذ والوصفة المثالية بإذن الله. كل المقادير قستها وعايرتها بواسطة يا الميزان أو الأكواب المعيارية، وضروري تكون كلها بحرارة الغرفة ونفس درجة الحرارة، ما في شيء بارد ما في شيء ساخن، كلها نفس الدرجة بالضبط. بسم الله، نبدأ على طول بالخلاط. راح أحط الزبدة اللي بحرارة الغرفة بهالشكل، أنا قستها بالميزان الإلكتروني عشان كذا دايما أنصحكم تستخدمونه مباشرة. راح أحط عليها السكر الأبيض وكمية السكر البني الرطب، وضروري يكون رطب مو ناشف. راح أخلط هذه المقادير على سرعة عالية لمدة 5 دقائق، لأن هذا هو المزيج الأساسي بالكوكيز. نبغاه متضاعف الحجم وفاتح اللون وذو قوام خفيف. بعد مرور 5 دقائق على سرعة عالية عطانا هذا المزيج الرائع. أحط البيض والفانيليا، ولازم أتأكد أن البيض بحرارة الغرفة عشان ما يتكتل معانا بوسط العجينة، وأبدأ أخلط على سرعة متوسطة لمدة 3 دقائق. ضروري أكشط الحواف عشان أنزل جميع التكتلات اللي على الجدران، وأرجع أخلط المزيج. وضروري أستخدم مضرب البادل، لأن هذا المضرب أصلا صانعينه عشان مضاعفة حجم الزبدة. أحط ألوان طعام لون أحمر، يفضل الجل لأن لونه أقوى والقوام حقه ما يخرب لنا قوام العجينة. بعد كذا راح أخلط حتى يمتزج اللون كويس مع العجينة. هذا اللون بعد ما انخلط كويس، شوفوا كيف الجمال، وعلى طول اللي يشوفه يعرف ان الكوكيز ريد فيلفت. هذا هو القوام المثالي. الحين راح نسوي النواشف. أنخل النواشف بواسطة منخل الكوب. هذا المنخل هو اللي يعطينا نخل سريع وبنفس الوقت يفكك لنا تكتلات الدقيق. والحين أبدأ أخلط ولكن على سرعة بطيئة عشان ما يتطاير علي الغبار النواشف، وبنفس الوقت أبدأ أخلط حتى تمتزج المكونات ويختفي الدقيق نهائيا. مجرد ما يختفي أوقف خلط على طول، وأحاول إني ما أطول عشان ما يتكون الجلوتين. شوفوا العجينة كيف متماسكة وجميلة وما تلصق باليد. هذه هي العجينة المثالية لكوكيز الريد فيلفت. ضفت حبات شوكولات أبيض وبلجيكي، وأيضا حطيت حبات كندر. تقدرون تستخدمون أي مكسرات أو شوكولات انتم حابين. أبدأ أكور الكوكيز بواسطة ملعقة الآيس كريم. أحطها بيدي وأكورها كويس عشان ما تطلع فيها زوائد وتحترق بالفرن، وكذا نحصل على كورة مثالية. نحطها على حصيرة الكوكيز الاحترافية عشان نبدأ نخبزها بالفرن ولا تحترق معانا. بهالطريقة نقدر ننتج حبات كثيرة ومتنوعة من الكوكيز. صفيت حبات الكوكيز على صينية مبطنة بالحصيرة، وخليت بينها مساحة بسيطة عشان تاخذ راحتها بالتمدد بالفرن. هذا شكل الكوكيز بعد ما طلعتها من الفرن. لو تشمون الريحة وتشوفون حبات الكندر الذايبة والملغوصة مع الكوكيز. بس تمر عليها دقيقتين على طول أشيلها على شبكة تبريد عشان ما تتحمر أكثر من اللزوم من تحت ولا تحترق معانا، لأن الصينية باقي حارة. على طول أنقلها عشان تبرد من فوق ومن تحت بواسطة شبكة التبريد. وكذا حصلنا على أحلى وألذ كوكيز. لو تشوفون بس الأشكال الجميلة والخرافية والنكهات المتناغمة. وحتى الكوكيز الكلاسيك راح أزينه أيضا بكريمة التشيز. هنا عندي قالب الكب كوكيز راح أبخها بالزيت، وضروري تبخونه عشان ما تلصق فيه حبات الكوكيز. بواسطة ملعقة الآيس كريم على طول أحط حبة على يدي وأكورها كويس، وبعدين أحطها بقالب الكب كوكيز. كذا أضمن أن جميع المقاسات متساوية، وإنها بإذن الله راح تنجح معي بالشكل. ضروري التكوير عشان إذا جينا نضغطها تعطينا كب كوكيز مرتب وجميل، وملعقة الآيس كريم تساعدنا على إعطاء مقاسات ثابتة. أدخل الكب كوكيز على الفرن مسبق التسخين على الرف الوسطي. بس يطلع الكب كوكيز من الفرن على طول نكبسه بواسطة خشبة الكبس عشان يرجع لشكله الأصلي، ونقدر نحشيه بالحشوات المرغوبة. بعد ما استوى الكب كوكيز مباشرة أنقله على شبكة التبريد أول ما يمسك نفسه. وطريقة إخراجه من القالب بكل بساطة، لأننا بخيناه بالزيت ولأن القالب
احترافي ومثالي وأصلي، وبإذن الله تطلع معاكم جميع الحبات. الكب كوكيز راح أحشيه بكريمة التشيز الاحترافية والناجحة عشان يعطينا تناغم طعم رهيب مع كوكيز الريد فيلفت ونكهة التشيز كيك، جدا متناسقين مع بعض ومتطابقين. خلوكم كريمين بالحشو عشان يصير انصهار نكهات لذيذ، ولا يخطر على البال من أجمل النكهات هي الريد فيلفت والتشيز. وبنفس العجينة راح أسوي الكوكيز المحشي. حطيت الشوكولات البلجيكي وبحط حبة أبيض، وراح أقفلها كويس من جميع الجهات وأكورها عشان ما تطلع منها الحشوة نهائيا. حبات الكوكيز المحشي حطيتها بالصينية وتركت بينها مسافات كبيرة عشان تتمدد براحتها. أحط الكوكيز في فرن مسبق التسخين على 175 على الرف الوسطي. شوفوا شكله بعد ما استوى والريحة منتشرة بكل المطبخ، ما شاء الله تبارك الرحمن، تمدد وعطانا كوكيز احترافي. بس تماسك على طول أشيله على شبكة تبريد عشان يبرد لي من فوق ومن تحت بالتساوي بدون لا يتيبس قاع الكوكيز. وبكذا اكتملت دورة كوكيز الريد فيلفت الاحترافي المحشي بكريمة التشيز كيك بجميع أشكاله اللذيذة. حبيت أقدمها لكم، ولا تنسوني من دعوة صالحة بظهر الغيب، وأحب دايما أشوف تطبيقاتكم الجميلة لأن هذه العجينة احترافية وناجحة بإذن الله مع الجميع. شوفوا طرق التزيين كيف متنوعة، تقدرون تزينونها بأي طريقة، سواء بحبات الشوكولات، بكريمة التشيز، محشي عادي، بالكندر، بأي طريقة تقدرون تقدمون حبات الكوكيز اللذيذة لزباينكم أو لأهلكم بالبيت، وتسوونها كبزنس أو كهواية خاصة فيكم. هذه جميع الأصناف اللي قدمناها اليوم. أتمنى أن الدورة هذه حازت على رضاكم. خلوني أقطع معاكم حبة الكوكيز وأقول أقطع لأنها كيكية. شوفوا اللذاذة والكريمية والليونة بشكل مو طبيعي بهذا الكوكيز مع الحشوة البلجيكية. وكل كوكيز يقول الزود عندي من محشي وكلاسيك وكب كوكيز ملغم بكريمة التشيز الاحترافية.